لما اتعملت شبكة الطرق القومية في مصر كان الهدف منها، اسمع ده الرقم ده، نوفر 8 مليار دولار سنويا حجم الوقود اللي بيستهلك في الإشارات والوقفة في مصر كلها. امال ايه؟ فانت تيجي تقول، لو جيت قلت لوزير النقل نعمل لك الشبكة ديت بس، يقول لك طب ال 8 مليار دول مين يدفعهم؟ لو قلت لوزير البترول يقول لك مين يدفعهم؟ لو قلت لأي حد تاني. فكلنا كان كفكرة بقى ان الدولة تعمل ده عشان تحل المسألة دي، وال8 مليار دولار اللي بيستهلكوا سواء كان طاقة أو وقت ضايع على الناس في الانتظار في كده، أو التلوث اللي احنا كنا بنعاني منه واللي الناس كتير النهاردة مش حاسة بيه. فاحنا بدأنا كرسميا مع مؤتمر باريس، ثم في جلاسكو في انجلترا السنة اللي فاتت كملنا عشان احنا هنستلم المؤتمر اللي انتوا شفتوا